بلاي ميكر معلم، وينج رايت موهوب، بيلعب مركز 8 وبيلعب في 3 مراكز في الملعب، ولاعب عربي بمواصفات عالمية، وهيبقى اضافة كبيرة للنادي الاهلي. والاهم انه لاعب بيلعب في اوروبا ولكنه هيتأيد مصري. ازاي ومين ده؟ تعالى هقولك في الحلقة. السلام عليكم. النادي الاهلي عاوز يدعم الفريق بكذا صفقة في يناير القادم، عاوز لاعبين مميزين وعندهم خبرات يقدروا يضيفوا للفريق بشكل سريع، وده ينطبق على الصفقات اللي فوق السن فقط، لان التعاقد مع لاعب تحت السن بحد اقصى هيبقى عنده 17 سنة علشان يقدر يلعب معاك موسم واثنين وثلاثة وتقدر تسوقه بعد كده. والاهم انك لما تشتري لاعب تحت السن عنده 17 سنة من اوروبا اكيد هيبقى سعره غالي، ولو ضميت لاعب زي ده هيحتاج وقت علشان ينسجم معاك بشكل اكبر. هتقولي يا طوفان طب ما احنا عندنا مكان للاعب فوق السن. هقولك تمام عارف، بس المكان ده هيبقى للاعب بيلعب في مركز راس الحربة، وفي نفس الوقت انت محتاج لاعب في مركز البلاي ميكر ونص الملعب المهاجم اللي هو مكان عمرو السولية. وفي مصر حاليا مفيش لاعبين يلفتوا النظر في بعض المراكز دي، ابرزهم مركز البلاي ميكر اللي مفيش لاعب في مصر بيقدر يأديه في الوقت الحالي. طب والعمل يا طوفان؟ هقولك يا صديقي، اللي انا هقولهولك ده خبر في بلان محطوط من ادارة التعاقدات في النادي الاهلي حاليا. البلان اللي محطوط انك هتتعاقد مع لاعب مصري محترف او لاعب فلسطيني محترف، لان الاتنين تقدر تأيدهم في قائمة المصريين ومش هياخدوا مكان في قائمة الاجانب اللي عندك. تمام كده؟ تمام. فالخلاصة كده على طاولة النادي الاهلي حاليا بعض الاسماء للاعبين سواء مصريين او فلسطينيين بيلعبوا في اوروبا، ومعظمهم لعيبة كويسة. هنتكلم عن واحد منهم النهاردة. اللاعب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مصطفى زيدان، الموهبة الفلسطينية المحترف في الدوري السويدي حاليا. النادي الاهلي مركز جدا مع اللاعب ده في الفترة الحالية، وشايف انه اضافة كبيرة للنادي اذا انضم. وتم طرح مصطفى مع بعض الاسماء التانيين على مارسيل كولر وهو اللي هيختار. في الحلقة دي هنتكلم عن زيدان وارقامه واحصائياته واهم مميزاته، وازاي النادي الاهلي يقدر يستفاد منه اذا تمت الصفقة. بس طبعا ما ينفعش نبدأ الحلقة قبل ما نوحد الله، لا اله الا الله، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وفضلا نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ويلا بينا نبدأ الحلقة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه مصطفى زيدان خليلي، لاعب مع الجنسية السعودية ولكن بلده الأم هي فلسطين. مصطفى مواليد 7 يناير 1998، يعني عنده 24 سنة في الوقت الحالي. بيلعب حاليا في نادي اسمه مالومو في الدوري السويدي، والنادي ده الموسم اللي فات كان محتل المركز السابع في الدوري، ولكن هو نادي عريق في الدوري السويدي وليه اسمه. مصطفى بدأ مشواره في كرة القدم مع ناشئين نادي استون فيلا، ثم انتقل الى نادي هيلسينجبورجز. هو اسم صعب شوية بس هو النادي ده لعب فيه. المهم لعب معاهم في فريق تحت 21 سنة، ثم تصعد للفريق الاول وشارك مع الفريق الاول في 5 مباريات فقط، علشان بعدها ينتقل الى نادي اسمه سيريانكاسا اف سي. لعب مع النادي ده لمدة 6 شهور، لعب فيهم 14 مباراة بمعدل دقايق لعب 1003 دقيقة، وقدر يسجل هدف ويصنع هدفين. بعد كده انتقل الى نادي اسمه برونالو كارنا، وده برضو نادي في الدوري السويدي. اسامي غريبة جدا. المهم قدر يلعب مع النادي ده 16 مباراة بمعدل دقايق لعب 795 دقيقة، قدر يصنع هدفين ويسجل هدف. بعدها انتقل الى نادي اسمه فريق تابي، وده نادي سويدي برضو. لعب مع النادي ده 16 مباراة بمعدل دقايق لعب 914 دقيقة، يعني تقريبا 10 مباريات، وقدر يسجل معاهم 4 أهداف ويصنع 4 أهداف، وده كان رقم جيد عن الأرقام اللي كان بيقدمها في المواسم اللي فاتت. لعب مع النادي لمدة 6 شهور فقط علشان ينتقل بعدها إلى نادي اسمه إيريك سيريوس. لعب مع النادي ده لمدة موسم، قدر يلعب فيه 31 مباراة، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف، وكان معدل أفضل من المعدل اللي فات. ثم انتقل الى نادي سودرا، وده برضه بيلعب في الدوري السويدي. اسامي اقسم بالله تجيب شلل. المهم لعب مع النادي ده 42 مباراة بمعدل دقايق لعب 3262 دقيقة، وفي الفترة دي المباريات كترت ولعب دقايق لعب اكبر، سجل في الفترة دي 5 اهداف وقدر يصنع 7 اهداف. ثم يجيله عرض من النادي اللي بيلعب فيه حاليا وهو نادي مالومو، وزي ما قلت لك ده نادي من ابرز الاندية السعودية، ونادي بيشارك في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، ولكنه في الفترات الاخيرة
الأخيرة بيحتل المركز السابع في الدوري ومش بينافس على أي لقب. المهم بعد ما انضم للنادي ده لعب 23 مباراة بمعدل دقايق لعب 1392 دقيقة، يعني تقريبا لعب معاهم 16 مباراة وقدر يسجل خلالهم 5 أهداف ويصنع 9 أهداف، يعني عامل 14 هدف في 16 مباراة، ومعدلاته ما شاء الله بتزيد وهو ماشي على خطى ممتازة فعلا. تعال نشوفه على المستوى الدولي. على المستوى الدولي هو بيلعب مع منتخبات السويد من زمان، يعني تدرج في كل الفئات السنية مع منتخب السويد. هتقول لي ليه لعب مع السويد؟ هقول لك لانه مولود في السويد ولكنه فلسطيني. المهم زيدان ما لعبش مع المنتخب الاول، هو لعب حتى الان مع المنتخبات السعودية للشباب 20 مباراة وقدر يسجل فيهم 7 اهداف، وبكده تقريبا عرفتك كل الارقام بتاعته مع كل الاندية اللي لعب ليها. بس يا ريت وانت بتسمع الارقام تحط في اعتبارك ان في مواسم اللاعب كان تحت 20 سنة واللاعب لسه بياخد خطواته الاحترافية بشكل اكبر في اوروبا، يعني لاعب لسه صغير عنده 24 سنة، عنده هامش تطور ملحوظ ما شاء الله، بيتدرج واحدة واحدة في مسيرته لأندية اكبر من اللي هو بيلعب فيها، والارقام بتاعته مش جامدة قوي ولكن اخر موسمين بيقدم ارقام كويسة. فنيا زيدان لاعب متنوع في نص الملعب، بيقدر يلعب في مركز 8 ومركز 10، واللي مش عارف 8 ده مركز عمرو السولية ومركز 10 مركز عبد الله السعيد وقفشه. المهم زيدان اخر موسم قدر يلعب في نص الملعب في مركز 8، لعب 11 مباراة قدر يسجل فيهم هدف وصنع 4 اهداف، ولما لعب في مركز البلاي ميكر قدر يلعب 6 مباريات عمل فيهم 7 اهداف وسجل هدفين، ارقام كويسة ولاعب واعد ما شاء الله. تعال اقول لك مميزاته وازاي يقدر يضيف للنادي الاهلي، ونتكلم عن بعض التفاصيل في التعاقد مع اللاعب ده والمركز اللي ممكن يفيدك فيه في الملعب. اولا كده صديقي زيدان بيلعب في مركز البلاي ميكر بشكل ممتاز، وبيلعب في مركز 8 بشكل جيد برضو، يعني بيقدر يلعب في مركزين انت محتاج لاعبين فيهم، لان مركز 8 ما عندكش غير عمرو السولية تقريبا، ومركز 10 بتوظف برونو سافيو، وبيقدر يلعب في نفس المركز مجدي قفشه. ولكن زيدان لاعب مختلف عن الاتنين، قفشه لاعب بصير ودي مهمته الوحيدة انه بيعمل الربط ما بين الخطوط، وبصير وبيطلع التمريرات بشكل جيد وما شاء الله عليه بيديك الاستحواذ دايما. اما سافيو فهو مش صانع العاب اصلا، هو بيكمل كمهاجم تاني وبيقدر يكمل داخل منطقة الجزاء علشان يسجل، فالاتنين مختلفين عن بعض. زيدان بقى لاعب مختلف عن الاتنين تماما، لانه لاعب مصوب هايل على المرمى، لاعب بيعرف يسدد تسديدات صاروخية من خارج منطقة الجزاء، الحل اللي مش عندنا اصلا. زيدان مش بيسدد بس، لا ده عنده تكرار، وفعلا هي ميزة فيه بشكل كبير، وده ما بيعملوش ولا قفشه ولا سافيو، ولو بيتعمل ما بيبقاش بنفس الكواليتي اللي عند زيدان. ضيف على ده انه لاعب دريبلينج بالكوره بشكل كويس، وعنده سيطره على الكوره، والكوره تحت رجله بيقدر يتحرك بيها بشكل كويس، ولاعب مهاري ومراوغ جيد، زائد ان عنده رؤيه ممتازه في صناعه الفرص، وبيقدر يصنع فرص كتيره لفريقه، لانه فعلا رغم انه مهاري ورغم انه شويط ولكنه بصير وعنده رؤيه كويسه بتقدر تفيد فريقه بشكل ممتاز. كمان لو احتاجته انه يكمل داخل منطقة الجزاء ويبقى مهاجم تاني فهو بيقدر يعمل ده، وبيكمل داخل منطقة الجزاء لو فريقه محتاج لده، وبيقدر يسجل كمان. ضيف على ده انه بيلعب في مركز الوينج ليفت بشكل جيد، ويقدر يديك اضافة في المركز ده كمان. يعني احنا عندنا لاعب دلوقتي يقدر يضيف ل3 مراكز مختلفة، والمراكز دي انت في احتياج لتدعيمهم، مركز 8 ومركز 10 والوينج رايت. تعال نشوف العيب اللي عنده. عيبه الوحيد بقى انه مش لاعب قوي، هو ما ينفعش يلعب 6 مثلا، هو نص ملعب ولكن يلعب 8 ويعمل التكملة الهجومية فقط. تعال نشوفه قيمته التسويقية كام. قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت 1,200,000 يورو، يعني تقريبا 25 مليون جنيه مصري، وانتقل الى نادي مالومو ب 800,000 يورو، يعني تقريبا ب 20 مليون جنيه مصري. وطبعا زي ما احنا متعودين اللاعب مش هيطلع بالرقم ده، ممكن يطلع باكتر وممكن يطلع باقل، مش عارفين. موضوع التفاوضات ده بيطول وفيه كلام كتير، بس ملحوظة صغيرة، في حاجة هنا ممكن تعطل الصفقة. اللاعب ده
انضم لنادي مالومو في 15 يناير 2022، يعني هو انضم في بداية السنة وعقده ساري لحد 31 ديسمبر 2026. فانا مش عارف هل النادي الاهلي يعرف يخلصه ولا لا. ومعلومة تانية، بس انا مش مرشح اللاعب ده من الاساس، بس جالي خبر من داخل النادي الاهلي ان في 3 لاعبين فلسطينيين معروضين على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيسعى لضم واحد منهم. هقول لك على الاثنين اللعيبه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وفي 2 لعيبه مصريين مقيمين في قطر كمان معروضين على النادي الاهلي، والاثنين بيلعبوا في مركز السيرد باك. وده الكلام اللي وصل ليا بعد ما جالي الاسماء دي. عملت سيرش على اللعيبه علشان اعرف مين هم، وابرز لاعب شفت ان النادي الاهلي في احتياج ليه هو مصطفى زيدان. هو من وجهة نظري لاعب مميز، اضافة كبيرة، لاعب صغير في السن واضافة للسكواد، ومحتاج مركزه في الفريق، وارقامه كويسة في اخر موسمين. واهم حاجة بالنسبة لي انه هيتأيد في القائمة المصرية عادي جدا. انا كده خلصت كلامي واتكلمت عن مصطفى زيدان اللاعب المرشح للانتقال للنادي الاهلي. اتمنى اسمع رايك في اللاعب، واتمنى تكتب لي في الكومنتات عايز الحلقة اللي جاية عن مين. كده انتهت حلقتنا فضلا وليس امرا. اوعى تقفل الحلقه قبل ما توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، اشوفكم بخير، سلام.